أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنطلع في رحلة استكشافية كده لجسم الإنسان. بس الرحلة دي مش أي رحلة، دي بالألماني. هنتعلم مع بعض أهم الكلمات اللي لازم نكون عارفينها عشان نوصف أجزاء جسمنا. مستعدين للجولة دي؟ يلا بينا. النهاردة هنركز على 9 كلمات بالعدد. والله 9 كلمات بس، ودول يعتبروا الأساس عشان نقدر نتكلم عن الجسم بثقة. فلو جاهزين يلا بينا نبدأ على طول. طيب، أي جولة منظمة بتبدأ من مكان معين، وجولتنا النهاردة هتبدأ من فوق لتحت، يعني أول محطة لينا هتكون منطقة الرأس. خلينا نشوف إيه الكلمات المهمة اللي فيها. وأول كلمة معانا هي الرأس. بالألماني بنقول عليها دير كوبف. خدوا بالكم من الأداة بتاعتها دير، دي للمذكر، والجمع بتاعها دي كوبف. يلا كده قولوا معايا بصوت عالي: دير كوبف. هايل. طيب عشان الكلمة تثبت تعالوا نشوفها في جملة. الجملة بتقول Mein Sohn hat einen großen Kopf. معناها بالبساطة دي ابني راسه كبيرة. بس استنوا لحظة، ملاحظين إن der Kopf اتحولت ل einen großen Kopf؟ ده تغيير صغير كده في القواعد لما الكلمة بتكون مفعول به، أو زي ما بنقول بالألماني أكوزاتيف. جملة سهلة قوي وممكن نستخدمها. تمام. تاني كلمة في منطقة الرأس هي الوجه. بالألماني اسمها das Gesicht. الأداة هنا بقى اختلفت، بقت das، ودي للمحايد، والجمع بتاعها بيكون دي Gesichter. يلا نقولها مع بعض: das Gesicht. مظبوط. والمثال اللي معانا هنا، يا سلام، مجاملة لطيفة قوي. Dein Gesicht ist wunderschön، يعني ببساطة وشك جميل جدا. كلمة wunderschön دي كلمة قوية معناها جميل أو رائع، يعني جملة حلوة ممكن تستخدموها. بعد الوجه ندخل على الفم، اللي هو بالألماني der Mund. رجعنا تاني لأداة المذكر der، والجمع بتاعها die Münder. حاولوا تنطقوها معايا كده: der Mund. تمام قوي. المثال هنا بقى جملة أمر. öffne deinen Mund، يعني افتح بقك. دي جملة أكيد هنسمعها كتير عند دكتور السنان أو حتى أي دكتور بنروح له. وآخر حاجة معانا في محطة الرأس هي الأسنان. بالألماني بنقول دي تسينة. خدوا بالكم الأداة هنا دي عشان الكلمة دي جمع، مفردها درتسان. ركزوا في النطق كويس، دي تسينة. طيب، الجملة دي ممكن شكلها يخض شوية، بس هي سهلة خالص. Mein Zahnarzt sagt, dass ich gute Zähne habe. تعالوا نفصصها. Mein Zahnarzt يعني دكتور سناني، والجملة كلها على بعضها معناها الدكتور سناني بيقول إن أسناني كويسة. بسيطة اهي. جوتة سينة يعني أسنان جيدة. وبكده نكون خلصنا المحطة الأولى من جولتنا، منطقة الرأس. يلا بينا بقى ننزل تحت شوية ونروح للمحطة التانية اللي هنشوف فيها الجذع والدراعات والرجلين. وأول حاجة معانا في المحطة دي هي الكتف. بالألماني بنقول عليها دي شولتر. الأداة هنا دي للمؤنث والجمع بتاعها دي شولترن. يلا قولوا معايا: دي شولتر. الجملة دي بقى عملية جدا وربنا ما يكتبها على حد فينا. ماين شولتر توت في. دي بالظبط زي ما بنقول بالعامية كتفي وجعني. كلمة توت في دي معناها يؤلم، كلمة مهمة قوي. الكلمة اللي بعدها سهلة قوي في نطقها، الذراع، وبالألماني der Arm. شبه الإنجليزي شوية صح؟ الأداة بتاعتها der للمذكر، وجمعها die Arme. يلا بينا نقولها سوا: der Arm. والمثال بتاعنا بيقول ich habe ein neues Tattoo auf meinem Arm، يعني أنا عندي وشم جديد على دراعي. كلمة نويس معناها جديد، وتاتو دي بقى زي ما هي في الإنجليزي بالظبط، سهلة خالص. دلوقتي نيجي لجزء مهم جدا، الظهر. بالألماني بنقول ده رücken. خدوا بالكم من نطق حرف الأو اللي هو اليو اللي عليها نقطتين، رücken. الأداة بتاعتها ده للمذكر، والجمع بتاعها هو دي رücken. يلا نرددها تاني: ده رücken. ودي بقى شكوى بنسمعها كتير قوي للأسف. Ich habe immer Probleme mit meinem Rücken. دي بالعامية بتاعتنا يعني أنا دايماً عندي مشاكل في ظهري، أو ظهري على طول تعبني. كلمة إما معناها دايماً، جملة مهمة نعرفها. الكلمة اللي قبل الأخيرة معانا هي البطن، وبالألمانية der Bauch. نطقها سهل خالص، والأداة بتاعتها der للمذكر، الجمع بتاعها die Bäuche. لاحظوا إن النطق اتغير شوية لما جمعناها، بس خلينا نركز على المفرد دلوقتي. يلا قولوا معايا: der Bauch. والمثال ده أعتقد كلنا مرينا بيه. Mein Bauch tut weh, wenn ich zu viel esse. يعني بطني بتوجعني لما باكل كتير. الجزء الأخير wenn ich zu viel esse معناه لما باكل أكتر من اللازم. فاكرين توت في من شوية؟ أهي رجعت تاني.
ووصلنا لآخر كلمة في جولتنا النهاردة، الساقان أو رجلين. بالألماني بنقول دي باينة، بالظبط زي كلمة الأسنان. الأداة دي عشان هي جمع، مفردها das Bein. يلا نردد آخر كلمة مع بعض، دي باينة. وآخر مثال معانا بيقول Dieser Rock ist zu kurz für meine Beine. معناها الجيبة دي قصيرة جدا على رجلي. كلمة روك يعني جيبة، وتسو كوتس يعني قصيرة زيادة عن اللزوم أو قصيرة قوي. وبكده تكون جولتنا خلصت، ودي بقى الهدايا التذكيرية اللي خدناها من الرحلة دي، ال9 كلمات اللي اتعلمناهم. يلا نراجعهم على السريع كده مع بعض. Der Kopf, das Gesicht, der Mund, die Zähne, die Schulter, der Arm, der Rücken, der Bauch، وأخيراً die Beine. برافو جدا. دلوقتي بقى جه دوركم. عايز أعرف منكم في التعليقات إيه أكتر كلمة من ال9 دول حسيتوا إن نطقها كان فيه تحدي شوية أو كانت جديدة عليكم. شاركونا عشان كلنا نستفيد. لو الشرح ده عجبكم والجولة كانت خفيفة ومفيدة، ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا ليكم، واشوفكم في شرح تاني قريب. سلام.